السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ولقاكم هذا الفيديو انتم في صحه جيده يا رب. اليوم غندير معكم واحد الفطائر مالحه اللي تيجيو ساهلين. عندي هنا القرعه اللي حكيتها في الحكاكه طول، وعندي هنا الخيزو او الجزر تا هو محكوك على شكل طولي. غنزيد غنضيفو معاهم، غنديرهم باش يتشحروا. غنحتاجو الزبده، عندي واحد المعلقه كبيره ديال الزبده، هي فاش غنشحر هاد الكورجيت وخيزو. كما قلت لكم هاد الفطائر ساهلين. عندي هنا الابزار، شويه ديال الابزار، وغنديروا هنايا الملحه. ما نكثروش الملحه لانني اصلا غنديروا الزيتون تيكون مالح. وغنضيفوا شويه ديال هذا الفلفل الاحمر الحلو، كاين اللي تيقول لها التحميره. صافي، وغنديروا هادشي فوق البوطه يتشحر حتى غنشحروا. عاد نزيدوا عليه الربيع مقطع، وغنزيدوا عليه الكفته. تقدروا ديروا الطون، تقدروا ديروا الدجاج، لادان اللي بغيتوا. من بعد ما هبطت داك خيزو داك الكورجيت هبطوا دبالوا لينا. عندي هنا الكفته، عندي غير شويه ديال الكفته، تقريبا شي 100 غرام ديال الكفته. وعندي هنا القزبر والمعدنوس مقطعين حتى هما غنزيدهم. هذيك الحاره تبقى تدور اللهم نكبه هنا. عندي هنا الهريسه او صلصه حاره اللي متوفر عندكم. وعندي هنا الزيتون اسود والزيتون اخضر اللي هما ديجا تناخذهم انا مقطعين وتنزيد نقطعهم. ما تيعجبنيش داك الزيتون هكا كيكون باين، تنقطعو دي كوب صغار، تنزيد نقطعو. تاخذوه مع دمو الزيتون تيكون دوائر، تنجيبو انا ونعاود نقطعو. صافي، من بعد ما شحرنا داكشي كامل غنديروها في واحد البول باش تبرد. المهم ضروري خاصني نطيح شي حاجه انا في الكوزينه. غنديرها في هذاك البول. اول حاجه وجدنا الحشوه باش تبرد على خطرها، ومن بعد عاد غندوزو للعجينه. صافي، وغنزيدو هاد الحشوه هذه غنزيدو عليها شويه ديال الفرماج. تقدروا ديروا فرماج مثلثات، هنا عندي غير موتزاريلا، غندير موتزاريلا او فرماج احمر او جبلي او ريكوطا ولا كيري، داك كيلو مربعات، المهم اي نوع من الفرماج. كما قلت لكم تقدروا ديروا غير ديك القطع مثلثه ديال الفرماج. صافي، وغنخلطوا هادشي كامل بحال هكا ونخليوه على جنب باش يبرد. كما قلت لكم توجدوا الحشوه هي الاولى، ومن بعد عاد دوزوا العجينه. عندي هنا كاس ديال الماء دافي، وعندي هنا كاس ديال الحليب حتى هو دافي. يعني ديك كيف تنعجنوا العجينه، داك اللي هو ديك الحراره ديال هكاك ديال الماء وديال الحليب. وعندي هنا واحد المعلقه صغيره ديال السكر حبيبات او السكر سنيده. وعندي هنايا الخميره الفوريه، غندير 2 معالق صغار. صافي، وغنخلي هذا غنخلطو بحال هكا. ديك الماء والحليب والخميره والسكر حبيبات غنخلطهم واحد شويه، وغنخليهم تقريبا واحد 10 ديال الدقائق بيد ما تفاعل لينا ديك الخميره اللي درنا. صافي، على هذا الشكل غنغطيوها حتى هي، خليوها واحد المده ديال 10 ديال الدقائق. صافي، غنغطيها، نمسح ديك البلاصه ديك السطح العامل لانني غندير فيه العجينه، غنطلق فيه العجينه. صافي، وهاد الحشوه كما تشوفوا راه داب فيها داك الفرماج. غنخليوها تبرد. صافي، هنايا زدت نص كاس الزيت، بيضه، معلقه ديال الموطارد، وغنبقى نزيد دقيق بشويه بشويه. عندي هنا يعني هزات ليا العجينه 5 ديال الكيسان ديال العنبه ديال الدقيق الفرص. انا عمرت داك البول بالدقيق اللي غربلته، وبقيت نهز تنعبر بالكاس واحد بواحد حتى كملت العجينه كامله، حتى تجمعت ليا العجينه. المهم تمايا 5 ديال الكيسان ديال العنبه كما قلت لكم. ومن بعد غنزيد واحد الطرف ديال الزبده، غنزيد على ديك العجينه وغنبقى ندلك فيها ندخل فيها ديك الزبده كامله. والزبده تتكون بحراره المطبخ، تتكون دايبه شويه باش ما تجيناش صعيبه فاش نبغيو ندخلوها في العجينه. صافي، وغنبقى ندلك فيها بحال هكا حتى ما تبقاش تبان لينا نهائيا الزبده. وغادي نغطي هذيك العجينه
ونخليها حتى تخمر واحد المده ديال 15 دقيقه. كما قلت لكم من بعد ضفت الزيت تقريبا شي 4 المعالق ديال الزيت، وضفت معلقه ديال الموطارد، وضفت بيضه. هادشي اللي ضفت، وخمسة الكيسان ديال الدقيق ديال العنبه. صافي من بعد ما خليتها خمرات، ضاعف لينا الحجم ديال العجينه، راه باينه عندكم كي تتشوفوها. في الاول فاش تعجنوا العجينه تديروها شويه قاصحه، لانكم غتزيدوا فيها داك المعلقه كبيره ديال الزبده، غادي تزيد ترخف لكم العجينه. يعني من الاول ديروها شويه قاصحه، ما ديروهاش مرخوفه، حيت اون فوا غتزيدوا الزبده غتزيد ترخاف. صافي ها هو كما تتشوفوا. تناخذ واحد الكويره، تنستعمل بشويه ديال الدقيق. نوريكم الشكل الاول، يعني بسيطه، حتى الطريقه ديال اللي غنخدموا بها يعني بسيطه، ماشي صعيبه. العجينه ساهله في المتناول، اقتصاديه، كلشي متوفر عندك في الدار. حتى الحشوه غتكون متوفره عندك، خيزو الكورجيت يعني والزيتون متوفرين، اقتصاديه. كما تشوفوا ناخذ داك الكويره وتنعمرها بداك الحشوه، تنسدها وتنكورها بحال هكا وتنديرها في اللاطه. انا راه حاطه اللاطه حدايا تما، غنبدا نحط فيها داك الكويرات. والكويرات تيبقى الحجم اللي بغيتو نتوما، تختاروا الحجم اللي بغيتو نتوما هو اللي تديروا القياس اللي بغيتو. صافي غناخذ كره واحده اخرى، تنبسطها بيدي مزيان. تقدروا ديروا المدلك، تبسطوها بالمدلك. صافي وتناخذ شويه ديال الحشو وتنديروا الوسط ديك العجينه بحال هذا الشكل. كما قلت لكم الحشوه تتبقى اختياريه، تديروا اللي بغيتو. تقدروا ديروا ديك الشعريه الصينيه وديروا معها الكفته، الطون، العدن، الدجاج، اللي مالا اللي عنده الكروفيت يدير كروفيت. المهم داكشي في المتناول. اللي ما عندوش يدير غير خضيره بحال هكاك مع شويه الهريسه والزيتون مخلط هكاك، حتى هي تجي زوينه وبنينه. ماشي بالضروري نديروا شي حاجه من اللحوم، ولا الطون حتى هو اقتصادي. صافي بحال هكا وتنسدوها وتنحطوها في اللاطه. ما تنساوش تدعموني في القناه باللايكات وبالتعليقات، وتنقول لكم شكرا على التشجيعات ديالكم. ولا عجبكم الفيديو بارطاجيوه مع الناس ديالكم في الواتساب وفي الماسنجر وفي الانستغرام. اللي عجبو الفيديو يبارطاجيه. دابا غناخذ واحد كويره عاوتاني وغنديرها على شكل طولي، بحال غندير كوميرات صغيورين هكا على شكل طولي. صافي وغناخذ الحشوه وغنديرها الوسط، هادو بحال كوميرات صغيورين. ناخذ الحشوه ونديرها الوسط. صافي وتنجمع داك العجينه هكاك الوسط، وتنبدا نقرص في داك العجينه. تنقرص فيها هكاك باش تجمع، تنقرصها مزيان باش تجمع، حيت غنديرها بحال الشكل ديال الكوميرات الصغيورين. وها نتوما كما تشوفوا، يعني وصفه بسيطه تصلح لرمضان. توجدوهم هكا في رمضان للفطور، هكا تيجيو بحال الشكل ديال الكوميرات الصغيورين هكا على الشكل الطولي. صافي وناخذ وحده اخرى عاوتاني. المهم الاهم هو العجينه. هاد العجينه هذه تقدروا ديروا بها حتى الحلو، يعني تعمرهم بكريم باتيسير من الداخل، تعمرهم بالكونفيتور بالشوكولات. غير هو في بلاصه ديال الموطارد تتكونوا زدتو سنيده، حيت انا قبل درت غير شويه ديال السنيده لانها غير مملحات هادو. تزيدوا سنيده قياس ديال نص كاس ديال السنيده، وتزيدوا فاني في بلاصه الموطارد، تديروا الفاني وتتعمرهم للداخل، اما بالشوكولات داك ديال الدهن ديال الاكل، ولا بالجبن، ولا بالكونفيتور، ولا لا كريم باتيسير. المهم تيبقى لكم الاختيار، تيجيو حلوين عاوتاني هادوك. ما تنساوش لا عجبكم الفيديو تخليو لايك وتكثروا بزاف ديال التعاليق. صافي وانا نسديتها هكا، نبقى نقرص فيها هكاك من الجناب. صافي تجي بحال الشكل ديال الكوميره. هذه هي العجينه ديال 10 دقائق، يعني ما تدلكيهاش بزاف
وتديري بها الحلو المالح، ديري بها حتى البيتزات صغار. ودابا غناخد هكا وحده، خديت كره كبيره وطلقتها مزيان، يعني كره كبيره كبر من هذوك اللي كنت نصايب فيهم قبيله، وطلقتها مزيان بحال هكا. في الحلو داك اللي شنيك بحال هاد الشكل هكا تديرو باش تكون العجينه حلوه. تدهنوه بالكونفيتور وتدهنوه وديروا عليهم الزبيب ولا لا كريم باتيسيير والزبيب، وتتبقاو تروليو فيهم ومن بعد تتقطعوا تيجيو بحال الشنيك. هنا عندي الجبن موتزاريلا، الجبن ريكوتا. هذا غير اختياريه، ماشي ضروري ديروا هاد الجبن ديال ريكوتا حيت انا متوفر عندي. كان جابتو لي واحد السيده الله يكثر خيرها، جابت لي تقريبا واحد الكيلو ديال الريكوتا، وقلت لا شي يبقى محطوط هكا كل ما نستعملوا بحال هكا في الوصفات. يعني ماشي ضروري ديروا نتوما هاد الجبن، انا حيت متوفر عندي صافي. وتندير دوك الحشوه هكا من الفوق، وغنبدا نطوي في العجينه. ندير شويه دقيق هكا باش نهز هذيك الجنيبات بحال هكا صافي. تنبدا نرولي فيها تنجمعها بحال هكا. تديروا الشنيك الحلوين. دابا حنا غنديروهم مالحين صافي. وغناخد واحد الموس نقطع داك الجوانب لانهم اصلا خاويين صافي. وغنبدا نقطع فيهم بحال هكا باش يجيونا قياس واحد صافي. وغنوضعهم في اللاطا غير اون فوا يبداو يخمروا شويه، غنبسطهم شويه بيديا. غنبسطهم هكا بيديا باش يجيو على بحال الشكل ديال الشنيك. الله اكبر كبيره صافي. ومن بعد ما كملتهم هادوك الشكل الاخر غير كورتو كويرات وخليته. وعندي هنا الكاس درت فيه شويه زيت من التحت، وغندير فيهم داك الحفيره بحال هكا صافي. وغنعمرهم حتى هما بداك الحشوه ونضغط عليهم شويه بيديا باش نكبر داك الحفره هكاك. وغنعمرهم بداك الحشوه كما الشورى. داك الشنك اللي درت الشكاره بسطهم بيديا صافي. وغنعمر هذيك البليسات كاملين بداك الحشوه صافي. وغنستمر بحال هكا. ومن بعد ملي غنكملهم غنخليهم عاوتاني شي شويه يخمروا، عاوتاني نعطيهم واحد تقريبا شي 15 دقيقه عاوتاني اخر يخمروا الخمره الثالثه صافي. ومن بعد باش غندخلهم للفران صافي غنغطيهم صافي. ومن بعد ما خمروا غندهنهم. عندي تما الصفر ديال البيض زدت فيه واحد شويه ديال الكيتشوب باش يعطيوني داك اللون هكاك محمر وصافي. وغندهنهم كاملين بحال هكاك. بغيتو تخليهم هكاك تخليوهم، تضيفوا عليهم الزنجله من الفوق. انا عندي تما واحد الرقائق ديال اللوز كان باقي شيط عندي درتو. عندي تما البافون الاخرين درت لهم شويه البافون. عندي هنا واحد شويه الزنجلان بيض مع شي شويه ديال نسيت على سميتو. المهم تما عندي زنجلان بيض صافي. وكما شفتوا راه دهنتهم ورشيتهم شي درت ليه البافون، شويه درت ليه الجنجلان الابيض والاخر الشانو، شويه درت لهم لوز ايفيري اللي رشات ليا واحد الوحيده وانا ندير على داك الشكيل صافي. وهادو بعد ما خرجتهم من الفران هذاك هو داك الشنيك اللي درنا، والاخرين هادو داك الكميرات اللي درنا. فاش دهنتهم وساليت راه شوني خديت مقص وقطعتهم هكا من الوسط. قطعت هذه اللي شاده في يديا درت فيها واحد التقطيعات بحال شكل ديال زائد، ودوك الكميرات الطوال حتى هما درت فيهم واحد التقطيعه بحال شكل ديال زائد.
وصافي. وهداك الشناك وهذوك الاخرين اللي كنت درتهم بالكاس وعمرتهم هما هذوك، درت فيهم واحد نصيص ديال طوماط سوغيز. وهانتوما كي تشوفوا كتيجيو من الداخل يعني مفشفشين طايبين ورطبين. وهانتوما غتبان راه داك الزيتون اللي كدرت وراه الحوش اش كيتبان لكم من الداخل خاويين، زعما ماشي مدقصين ماشي معجنين، ما مفشفشين ورطبين في نفس الوقت. صراحه تيجيو زوينين. والحشوه تبقى لكم اختيارات، تديروا الحشوه اللي بغيتو نتوما. المهم هو الاساس هو العجينه، والحشوه تتبقى لكم اختياريه. تنقول لكم شكرا على اللي كمل الفيديو، تنقول ليه شكرا. وما تنساش لايك وتبارطاجوا لي الفيديو مع احبابكم وصحابكم، والى فيديو مقبل ان شاء الله. وهذا هو الشكل النهائي ديال هاد المملحات اللي درنا بالعجينه ديال 10 دقائق. وكما قلت لكم هذيك العجينه تقدروا تخدموا بها حتى الحلو، غير تتحيدوا الموطق تديروا الفاني وتزيدوا القياس ديال السكر باش يجيو حلوين. والى فيديو مقبل ان شاء الله. شكرا لكم بزاف.